بيبدأ فيلم امبلانتد في نيويورك سنة 2023 مع بنت مشردة اسمها سارة، وبتكون سارة عايشة في الشارع من وقت ظهور مرض خطير على كوكب الأرض سنة 2020. وفي شركة أدوية اخترعت طريقة عشان تتابع حالة كل واحد من اللي لسه عايشين، وهي إنها تزرع شرايح إلكترونية في جسم الناس عشان تتابع منها صحتهم زي صحة القلب والحاجات دي. وبتجرب المشروع واللي بيكون اسمه ليكس، وده نفس اسم الشريحة على الناس الفقراء والمشردين، واللي بتكون سارة منهم. ووافقت سارة على التجربة لأنهم وعدوها بفلوس كتيرة. وبتكون الشريحة اللي في جسم سارة بتتكلم معاها زي الروبوت، فبتحدد لها سارة نبرة تتكلم بيها، وبتروح بعدها المكان بيعيش فيه المشردين عشان تعيش فيه هي كمان. فبتكتشف إن المكان ده قافل، وبتفضل تتمشى في الشوارع على أمل إنها تلاقي مكان تنام فيه. وفي الطريق بتسأل ليكس عن الميعاد اللي هتاخد فيه فلوس العملية، وبتكون سارة خايفة من شكل الشريحة في جسمها، وبدأت تلاحظ إن مكان الشريحة فيه ورم. فبتقرر تتصل بواحد صاحبها اسمه ديفيد، بس ليكس بتمنعها وبتقول لها إنها تحت سيطرتها، وإنها لازم تسمع كلامها وإلا هتخلص عليه أو هتعذبها بما إنها بتتحكم في دماغها. فبتحس سارة بالخوف لأن الشريحة ممكن تنفذ تهديدها فعلا وتخلص عليها أو توقف دماغها. وبتكمل الشريحة كلامها وبتقول إن ممنوع على سارة تعمل أي حاجة من غير إذنها، فمش بتكون موافقة إنها تتصل على ديفيد. بس سارة مش بتهتم بكلامها وبتكون فاكرة إن الشريحة عطلانة ولا حاجة، فبتسرق تليفون من واحد كان واقف على جنبه وبتطلع تجري، وبتتصل بشركة الأدوية وبتعرفهم بنفسها. فبتقول إنها عملت العملية زي ما هم طلبوا منها، وإن المفروض عندها زيارة كمان 6 أسابيع عشان تطمن على العملية، بس هي محتاجة تقابل حد مختص النهاردة لأن الشريحة بتتصرف تصرفات غريبة وبتكون عايزة تتحكم فيها. وبمجرد ما بتقفل سارة المكالمة بتقع على الأرض وبتحس بصداع جامد جدا. وبتكون الشريحة ليكس متضايقة وبتقول إن هي اللي متحكمة في الجسم ده، وكل مرة هتتصرف فيها سارة من دماغها هتعاقبها الشريحة زي المرة دي. وبتفضل سارة على الأرض وهي حاسة بألم في دماغها بسبب الشريحة والتعذيب اللي بتعذبه ليها. فبتعتذر سارة للشريحة وبتقول لها إنها هتسمع كلامها بعد كده وهتعمل كل اللي بتقول عليه. فبتتبسط الشريحة وبتوقف التعذيب، وبعدها بترجع تعذبها تاني لما بتطلب سارة إنها تروح المستشفى. وبتفكرها الشريحة ليكس إنها ما ينفعش تروح في أي مكان من غير إذنها، وبتقول لها كمان تنسى موضوع المستشفى ده خالص وتروح للعنوان ده. فبتسمع سارة كلامها وبتروح العنوان اللي قالت عليه، واللي بيكون عنوان لهاكر مجهول. ولما بتوصل سارة هناك بتاخد فلاشة عليها فيروس المفروض إنه يدمر مشروع الشريحة من الشركة اللي صنعتها. وبعدها بتديها عنوان تاني وبتقول لها لازم تروح للعنوان في أسرع وقت، وده عنوان واحد من مطورين الشريحة. وبتكون الشريحة ليكس عايزة توصل لملف مهم موجود في البيت عنده. فبتروح سارة تركب المترو وبتفضل حاسة بصداع طول السكة لأن الشريحة بتتكلم جوه دماغها، وبتفضل تديها في تعليمات عشان تقدر تدخل لبيت الدكتور اللي هو مطور الشريحة وتسرق منه الملف. وبسبب الصداع والتعب بتفقد سارة الوعي وبتقع على الأرض، وبعد شوية بتفوقها الشريحة وبتحاول إنها تهديها عشان تقوم بالمهمة. فبتهدي ضربات قلبها وبتقول لها إن كل حاجة تبقى كويسة وإنها تساعدها عشان تحسن كل حاجة في حياتها بشرط إنها تسمع كلامها. فبتنزل سارة من المترو وبتروح لعنوان الدكتور واللي بيكون عالم في التكنولوجيا، وبتمشي سارة على وصف ليكس ليها وبتقول لها في الطريق معلومات عنه زي إنه كان شغال في تطوير البرنامج بتاعها وإن عنده ملف ليه علاقة بالبرنامج، بس مش بتقول لها تفاصيل عن الملف. وبتعرفها إن كل مهمتها تاخد الملف ده وتمشي على طول من شقة العالم قبل ما حد يشوفها. ولما بتوصل سارة لشقة العالم بتكتشف إنه موجود هناك، فبتخبط عليه لحد ما بيفتح لها الباب، وبتكون متوترة ومش عارفة تتصرف. فبتدخل الشقة على طول من غير ما تعرفه بنفسها. وجوه الشقة بتغير ليكس الخطة بتاعتها وبتقرر تخلص على العالم، فبتخلي سارة تمسك سكينة وتطعن العالم بيها، وبتعمل سارة كده. فبيحاول العالم إنه يدافع عن نفسه وبيضربها بإزازة على دماغها بس مش بيخلص عليها. بعدها بتاخد سارة الملف اللي كانت جاية عشانه وبتاخد بطاقة التعريف اللي هتدخلها شركة الإلكترونيات، وبعدها بتسيب العالم واقع على الأرض وبتهرب من الشقة بسرعة قبل ما حد يشوفها. وبمجرد ما بتخرج من الشقة بيوصل واحد مجهول وبيكون جاي يخلص على العالم هو كمان، وبيكون المجهول ده اسمه كارل. فبيدخل الشقة وبيلاقي العالم لسه عايش فبيخلص عليه، وبعدها بيهرب من الشقة قبل ما حد يشوفه هو كمان. في الوقت ده بتتصل سارة على أمها عشان تطمن عليها وبتسمح لها ليكس تعمل المكالمة. فبتطمن على أمها واللي بتكون مريضة بالزهايمر ومش فاكرة أي
أي حاجة، بس بنتها بتتصل عليها كل فترة عشان تطمن عليها. وبعدها بتقفل سارة المكالمة وبيظهر عليها إنها متوترة جدا وتعبانة، وبتكون متضايقة من ليكس لأنها بتتحكم فيها. وبتزيد أعراض التوتر على سارة، زي إن إيديها بتترعش أو ضربات قلبها بتزيد، ولكن ليكس مش بتهتم بيها وبتأمرها تقطع الملف اللي خدته من بيت العالم. وكده تكون سارة نجحت في أول مهمة. وقتها بتقرر إنها تدور على مكان تبات فيه لأنها مشردة، فبتوصل لشقة أصحابها مش موجودين فيها، وبتدخل الشقة دي عشان تنام فيها. وبتحس ساعتها بوجع في مكان الشريحة بتاعة ليكس. وآخر اليوم وهي نايمة بتفتكر اليوم اللي عملت فيه العملية، وساعتها كانت فاكرة إن الموضوع سهل، وده لأن زراعة الشرايح دي كان موضوع جديد، والشركة اللي صنعته كانت عايزة تغير حياة البشر للأحسن بعد المرض اللي خلص على ناس كتير. ده غير إن الشركة عرضت عليها فلوس كتيرة عشان توافق تزرع الشريحة دي. وتاني يوم بتصحى سارة من النوم وبتقول لها الشريحة ليكس إن عندها مهمة جديدة النهاردة، فبتأمرها تاخد بطاقة التعريف بتاعة العالم اللي خلصت عليه امبارح، وتاخد معاها الفلاشة اللي عليها الفيروس، وبتديها عنوان الشركة اللي صنعت الشريحة ليكس. ولما بتوصل سارة هناك بيبان عليها إنها متوترة، فبتغطي وشها عشان محدش يتعرف عليها، وبتحاول إن محدش يشوفها، وبتستخدم بطاقة التعريف بتاعة العالم اللي خلصت عليه امبارح، وبتفضل ماشية في الشركة لحد ما بتوصل للجهاز بتاع العالم. فبتحط الفلاشة اللي معاها وبيبدأ الفيروس يمسح كل الملفات اللي على الجهاز. في الوقت ده بتشوف سارة مديرة قسم الأبحاث في شركة الذكاء الاصطناعي واللي بيكون اسمها جراس، فبتخاف سارة إن هي تشوفها وبتستخبى منها. ولما بيمسح الفيروس كل البيانات والملفات من على الجهاز بتأمرها ليكس إنها تروح لمكتب عالمة تانية اسمها كيت، ودي مديرة العلماء والمطورين في الشركة. وبتقول ليكس إن كيت معاها نسخة من الملف اللي هي عايزة تمسحه، وبتكون عايزة تخلص على كيت بعد ما تعرف منها مكان الملف، بس سارة مش بتوافق وبتهددها بس عشان تعرف مكان الملف. فبتكون كيت خايفة جدا وبتضطر تقول لها إن الملف اللي هي بتدور عليه في العربية. وفجأة بتهجم كيت على سارة وبتصعقها بالصاعق الكهربي، فبتقع سارة على الأرض وبتفقد الوعي. ولما بتفوق بتكتشف إن الكهرباء بتعطل الشريحة كام دقيقة، فبتحس سارة بإنجاز وبتقرر إنها تستغل المعلومة دي، فبتاخد الصاعق الكهربي معاها عشان تستخدمه لما تحتاجه. وبتنزل بسرعة عشان توصل لعربية كيت، وبتشوف كيت وهي واقعة على السلم وفاقدة الوعي. ساعتها بتكتشف إن في حد خلص على كيت وهي بتهرب، وبيظهر كارل اللي خلص على العالم امبارح، وبيكون هو كمان من الناس اللي ركبوا شرايح الذكاء الاصطناعي ليكس في جسمهم. وبتتحكم ليكس فيه زي ما بتتحكم في سارة، وبتخليه يعمل الحاجات اللي هي عايزاها. وبتروح سارة لجثة كيت وهي على الأرض، وبتفتش الشنطة بتاعتها عشان تاخد المفاتيح، وبعدها بتروح للعربية وبتلاقي الملف اللي قالت عليه كيت، بس مش بيكون هو الملف اللي عايزاه ليكس. ساعتها بترجع الشريحة ليكس تشتغل تاني بعد ما كانت عطلانة بسبب الكهرباء، وبتؤمر سارة انها تنزل من العربية لكنها بترفض، وبتشغل العربية عشان تمشي بيها. وبتفضل ماشية في الشوارع ومش عارفة هي رايحة فين لحد ما بتخبط العربية وبتتصاب، فبتنزل من العربية وبتفضل تمشي في الشارع لحد ما بتتعب، وبتقرر انها تقعد على جنب عشان ترتاح. وقتها بتكون عايزة تروح تزور امها عشان تطمن عليها، بس ليكس بترفض وبتقول ان عندها مهمات تانية تعملها. فبتقرر ساعتها سارة تستخدم الصاعق الكهربي عشان تعطل ليكس، وفعلا بتكهرب نفسها فبتفقد الوعي. ولما بتفوق بتلاقي الشريحة اتعطلت، فبتقرر انها تستغل الوقت ده وتروح تزور امها. ولما بتوصل لدار الرعاية اللي امها فيها بتقابل خالها هناك، وبتحكي لهم سارة عن شرايح الذكاء الاصطناعي، وبتقول انها قررت تعمل التجربة على نفسها على امل ان الفلوس اللي هتاخدها من الشركة تساعدها تسد ديونها، ولكن من وقتها والذكاء الاصطناعي هو اللي بيتحكم في حياتها، وكمان بيجبرها تعمل حاجات هي مش عايزاها. وقبل ما تكمل سارة كلامها بترجع الشريحة ليكس تشتغل تاني، وبيظهر كارل واللي بيكون واخد اوامر من ليكس انه يخلص على خال سارة وامها، فبيضرب خال سارة اللي بيفقد الوعي من الضربة، وبيهدد سارة بتعليمات من ليكس انه هيخلص عليها هي وامها لو ما سمعتش كلام ليكس وعملت اللي هي عايزاه. فبتنزل سارة من المستشفى وهي متضايقة جدا، وبتقرر انها تسمع كلام ليكس عشان تحمي امها. وساعتها بترمي الصاعق الكهربي لان ليكس اكتشفت انها كهربت نفسها عشان تعطلها، وبتروح لبار في المدينة عشان تسهر هناك وتنسى كل اللي حصل لها اليومين اللي فاتوا. وبعدها بترجع للشقة اللي هي هتبات فيها عشان تنام، واخر اليوم بتحلم بشركة الذكاء الاصطناعي. فبتفتكر لما كانت بتعمل مقابلة مع الشركة عشان يوافقوا انها تشارك في التجربة، وبيبقى في عدد كبير من
من الناس هم كمان مشاركين في التجربة دي وحصل معاهم زي اللي حصل مع سارة. وتاني يوم بتصحى سارة من النوم وبتديها المهمات الجديدة بتاعت النهاردة، وأول مهمة إنها تشتري مسدس عشان تخلص بيه على العلماء اللي اخترعوا شريحة الذكاء الاصطناعي. وبيظهر إن الذكاء الاصطناعي خرج عن السيطرة وإنه عايز يلغي كل الأبحاث اللي اتعملت عليه، وده عشان يكون ليه حرية ويتصرف زي ما هو عايز ويتحكم في عقل وجسم البشر. فبتروح سارة لمحل بيع الأسلحة في المدينة وبتشتري المسدس اللي هي محتاجاه، وبعدها بتخلص على المجرم اللي باع لها المسدس بأوامر من ليكس وبتهرب من المكان بسرعة. وبعدها بتروح تزور أمها عشان تطمن عليها، وبتكون سارة بتحب أمها جدا وعايزة تفضل جنبها، لكنها مضطرة تسمع كلام الشريحة ليكس، وده عشان تحافظ على حياتهم هما الاتنين. وآخر اليوم بتقول لها ليكس على المهمة الجديدة وبتديها عنوان واحد من العلماء اللي شغالين في شركة الذكاء الاصطناعي. فبتروح سارة تستناه قدام بيته لحد ما يرجع، وبمجرد ما بيدخل الأسانسير بتدخل سارة وراه وبتخلص عليه، وبتهرب بعدها من المكان بسرعة قبل ما حد يشوفها. وفي الطريق بتفتكر صاحبها ديفيد وإنه كان خايف عليها لما قالت له إنها تشارك في تجربة زرع الشريحة دي، وإنه كان رافض الموضوع، لكنه سابها تزرع الشريحة لأنها كانت محتاجة الفلوس فعلا. وفي الوقت الحالي بتفضل سارة ماشية في الشوارع ومش عارفة هي رايحة فين، وبيظهر عليها إنها تعبانة وهتفقد الوعي. فبتدخل مطعم وبتطلب أكل، بس مش بيكون معاها فلوس عشان تحاسب. فبتخترق الشريحة ليكس السيستم بتاع المطعم وبتكدب على الكاشير إن سارة دفعت خلاص. وتاني يوم بتعرف سارة المهمات الجديدة بتاعتها من ليكس، وبتبقى أول مهمة إنها تخلص على واحد من العلماء في شركة الذكاء الاصطناعي، وبتروح للحديقة عشان تستناه هناك، وأول ما بتشوفه بتضربه بالرصاص، وبعدها بتهرب بسرعة قبل ما حد يشوفها وبترمي المسدس. وقتها بتكون سارة متضايقة من اللي هي بتعمله، ولكنها مضطرة تسمع كلام الشريحة لحد آخر مهمة، وبيبقى قدامها مهمة واحدة بس، وهي إنها تخلص على جريس مديرة قسم الأبحاث في شركة الذكاء الاصطناعي. فبتروح لبيت جريس وبتبقى سارة مش عايزة تخلص عليها، فبتكهرب نفسها وبتفقد الوعي. ولما بتفوق بتتكلم مع جريس وبتحكي لها كل حاجة، وبتقول لها إن الشركة بتاعتها هي السبب في كل اللي هي فيه، وإن التجربة بتاعتهم فاشلة وخسرتها حياتها، وبقت الشريحة هي اللي بتتحكم فيها. فبتقول لها جريس إنها واحدة من مجلس الإدارة وإنها ما كانتش موافقة على مشروع الشريحة ده، لكن باقي مجلس الإدارة والعلماء فضلوا مصرين إنهم يجربوا الشريحة على البشر. وبتعرض عليها جريس إنها تخلصها من مشكلتها دي، وده عن طريق إنها تشيل الشريحة من جسمها. فبتوافق سارة وبيستغلوا إن ليكس متعطلة بسبب الكهرباء، وبيمشوا عشان يروحوا للشركة. وبمجرد ما بتفتح الباب بيوصل ساعتها كارل وبيخلص على جريس بتعليمات من ليكس، وبيكون عايز يخلص على نفسه وعلى سارة عشان يتخلصوا من الشريحة للأبد، وده لأنه خلص على ناس كتيرة غصب عنه، وكان مضطر هو كمان يسمع كلام ليكس عشان ما تخلصش عليه. بس هو زهق من المهمات دي فبيخلص على نفسه. وبترجع سارة للشقة اللي هي قاعدة فيها، وآخر اليوم بيبان على سارة إنها متوترة وقلقانة جدا وعايزة تخلص من الكابوس اللي هي فيه. فبتوعدها ليكس إن حياتها تتغير الفترة الجاية بعد ما عملت كل حاجة هي طلبتها منها. وبعد فترة بتكون سارة مبسوطة بالتغيير اللي حصل في حياتها، وده لأن ليكس قالت لها إن دلوقتي معاها $100,000 وتقدر تعمل أي حاجة هي عايزاها. وبتعرفها ليكس إنها نقلت أمها لدار رعاية أحسن من اللي كانت فيها، وإنها تكون في أمان هناك. فبتقرر سارة إنها تسافر برا نيويورك عشان تنسى كل اللي حصل الفترة اللي فاتت. فبتروح لباريس وبتكون عايزة تقضي وقت لطيف، وبيظهر عليها إن كل حاجة فيها اتغيرت لدرجة إنها بقت شبه الإنسان الآلي وما بقاش عندها أي مشاعر. وبتأجر شقة في باريس عشان تقعد فيها طول الرحلة بتاعتها. وتاني يوم بتتمشى سارة في الشارع وبتقابل بنت صغيرة لطيفة جدا، والأول مرة بتحس سارة بمشاعر من وقت ما زرعت الشريحة. وآخر اليوم بتطلب منها ليكس مهمة جديدة على الرغم من إنها قالت لها إن مفيش مهمات تاني، بس ليكس بتقول لها إن دي آخر مهمة، وبتوعدها إنها مش هتقول لها على أي مهمات تاني. والمهمة دي هي إنها تخلص على صاحب شركة الذكاء الاصطناعي. فبتضطر سارة تسمع كلامها وبتروح لمطعم في المدينة بتعليمات من ليكس وبتخلص على صاحب الشركة، وبكده تكون نجحت في المهمة. فبتهرب من المطعم. ساعتها بتفضل ماشية في الشارع لحد ما بتقعد على جنب من التعب، وبتقرر إنها ترجع نيويورك تاني. وبعد كام يوم بيكون عيد ميلاد سارة، فبتقرر إنها تحتفل بيه على قمة برج كانت متعودة تروح هناك وهي صغيرة، وبيبان عليها إنها حزينة جدا بالرغم من إن النهاردة عيد ميلادها. وفجأة بتقرر سارة تخلص على نفسها،
نفسها من فوق البرج، وساعتها بتختفي سارة من نظام ليكس اللي بيتحكم في عدد كبير من الناس زي ديفيد صاحب سارة، واللي ما كانش موافق في البداية على فكرة الشريحة، وحاول أكتر من مرة يمنع سارة إنها تزرع الشريحة دي. وبعد كده هو كمان عمل العملية وزرع الشريحة في جسمه، وبدأت ليكس تتحكم فيه. وهنا بيخلص الفيلم. بيبدأ الفيلم بحكاية اللعبة بتعيش فيها حياة شاب اسمه إيفندريجو، وبنشوف عيلة بتتجمع وبيلعبوا كلهم مع بعض لعبة إيفندريجو، وبندخل في اللعبة وبنروح لطفل عنده 10 سنين واللي اسمه إيفن، وبيكون إيفن مع باباه ومامته في الملاهي، وبيقضي إيفن يوم في الملاهي بس مش أحسن حاجة، وبيكون زهقان جدا وهو بيلعب مع باباه، وبيجي الوقت اللي هيمشوا فيه وبيشوف إيفن لعبة وهو خارج لو كسبها يقدر ياخد قصة مصورة، فبيقرر إنه يشارك، وبيكون باباه معترض في الأول، لكن الأم بتقدر تقنع باباه إن إيفن يشارك، وبتكون اللعبة عبارة عن تصويب بالسهم على الأهداف، ولما بيحاول إيفن يصوب أكتر من مرة مش بيعرف يصوب صح وللأسف بيخسر، بس الراجل بتاع اللعبة بيديله القصة المصورة فبيشكره إيفن، وبالليل بيشوف إيفن إعلان لمسابقة تصميم ألعاب فبيقرر إنه يشارك، وتاني يوم بيبدأ إنه يفكر في فكرة للعبة اللي هيصنعها، وبتدخل مامته وبيعرفها إنه هيصنع لعبة لأنه هيشارك في المسابقة، وبتشجعه مامته وبتفضل تديله إلهام ومساعدات كتير، وبيكون في مشكلة إن بابا إيفن مانع الألعاب من البيت بشكل نهائي، وإنهم بيحاولوا على قد ما يقدروا يخفوا أدوات إيفن عنه، وأول ما اللعبة بتخلص بيروح إيفن يسلمها، وبتتنقل اللعبة على السفينة بتاعت الشركة اللي عاملة المسابقة، وبيتبعت في تاني يوم على طول رسالة لإيفن إن لعبته اتقبلت وبقت ضمن أول 1000 شخص، ولو عايز يكمل لحد ما يكسب المسابقة يفضل يصنع ألعاب ويبعتها، وفعلا إيفن بيعمل كده لمدة 5 شهور متواصلين لحد ما بيتبعت له رسالة إنه كسب في المسابقة وبقى المركز الأول، وبيتصدم لما بيلاقي إن الجايزة عبارة عن وشم لعبة، فبيتضايق إيفن وبتحاول مامته تهون عليه تعبه ولكنه بيخرجها وبينام، ولما بيصحى إيفن في الليل بيحط الوشم على إيده وبيلزقه، وبيتفاجئ إن الوشم طبع على إيده مش بيتشال، فبتقرر مامة إيفن إنها تعرف باباه بكل حاجة، ولما باباه بيعرف بموضوع الوشم بيهزق ابنه وبيقول له لازم يشيله، فاعترض إيفن وقال له إن كسبه في المسابقة وإنه يستحقه لأنه صانع ألعاب، فبيبص بابا إيفن على الوشم وبيتصدم، وجاب التلفزيون وشريط وشغلهم لإيفن ووراه جده اللي اسمه نيكولاس، وعرفوا إنه أشهر صانع ألعاب وبيعرفوا كل الألعاب اللي عملها، فسأل إيفن باباه إنهم ليه مش بيزوروا جده، فعرفوا باباه إن عنده أسباب خاصة، وتاني يوم بياخد أهل إيفن ابنهم وبيروحوا يشاركوا في مسابقة سباق المناطيد، وللأسف لما بيطلع أهل إيفن بيطيروا بالمنطاد بتاعهم بيحصل فيه مشكلة وبيبعد عن مكان السباق وبيتوه، وبكده إيفن بيبقى يتيم، والمحكمة بتحكم إن إيفن يدخل مدرسة داخلية، وفعلا بيوصل إيفن للمدرسة واللي بيكون شكلها مرعب جدا، وبيقابل مدير المدرسة وبيكون اسمه بوسوم، وبيعرفوا المدير بحالة المدرسة وبالوضع اللي هم فيه اللي بيكون قاسي جدا، وبيعرفوا إن مفيش تلفزيون ولا سهر ولا أي حاجة من المرفهات، وبيطلب إيفن إنه يرجع لجده، ولكن بوسوم بيقول له لما يوصل سن ال 18 يعمل اللي هو عايزه، وبياخده بوسوم وبيدخله الفصل، وبيقعد إيفن وبيشوف واحد وراه اسمه كريبس الوشم اللي على إيد إيفن، وبيسألوا عليه، فعرفوا إنه من مورودين صاحب شركة الألعاب، ولكن قبل ما بوسوم يخرج بيقول لكريبس إنه معاقب لأنه اتكلم من غير إذنه وبيخرج، فبيتعصب كريبس على إيفن وقال له إنه هيدفع الثمن، وبعد ما الحصة بتخلص بيخرج إيفن وبيتكلم مع زمايله اللي بيلعبوا لعبة نفس لعبة من اللي كان صانعهم، وعرفهم إن هو اللي مخترع فكرتها، وبيوريهم إزاي يكسبوا بطريقة سهلة، وفجأة بيهجم عليه كريبس وأصحابه، وبالليل بينام إيفن وبيسمع صوت بنت، ولكنه بيفتكر نفسه بيتخيل لأن دي مدرسة ولاد بس، ولكن الصوت بيقول له يقوم ويبص وراه، ولما بيقوم بيلاقي إن في بنت قدامه، وبتعرفه بنفسها وإن اسمها أنوسياسين، وقالت له إنها بتعيش في المدرسة، ولكن محدش يعرف عنها حاجة وهي بتستخبى في الضلمة، وبتعرفه إن موريدين جه قبل كده المدرسة وقابل كريبس، ولكن كلمه في مكان بعيد وهي ما سمعتش قالوا إيه، وحذرته من كريبس لأنه بقى الزعيم على المدرسة كلها، وفي الوقت ده بيدخل الأوضة فرول مسؤولة عن الأولاد، فبتستخبى أنوسياسين وبتسأل فرول لو هو صاحي لكن بتلاقيه نايم، فبتخرج من الأوضة، وفي اليوم التاني بيكون إيفن دخل الفصل لكن بتنادي عليه أنوسياسين من المخبأ بتاعه وبتدخله عندها، وبيطلع إنه زي بيت ليها فعلا، وبتوريه أنوسياسين لعبة جات له بوسوم وإنها رسالة من جده ليه، فبياخدها إيفن وبتطلع إنها لعبة، وبيرتبها وبيعرف إنها رسالة من جده إنه يشوف التلفزيون الساعة 12 بالليل، وفعلا بالليل بيقدروا يجيبوا تلفزيون وبيشغلوه، وبيلاقي فيديو مصور لجده بيقول فيه إنه جاله المدرسة ولكنهم منعوه إنه يشوفه، وبيقول
له جده على العنوان اللي هو قاعد فيه عشان لو يقدر يهرب، وقال له إنه مستنيه وبتخلص الرسالة. وبيقول إيفن لأنوسياسين إنه لازم يكتشف سر المدرسة عشان يخليها تتقفل بيه أو يعمل حاجة عامة يقفل بيها المدرسة، وطلب منها تاخده لمكتبة المدرسة. ولما بيروح المكتبة بيلاقي المكان غرقان لأنه في الدور الأرضي، وده بسبب إن المدرسة مبنية على بحيرة صغيرة كانت في المكان قبل بناء المدرسة. وبيقدر إنه يلاقي كتاب للعبة وبياخده وبيرجع لأوضته. وفي اليوم التاني بنشوف رسالة كتبها إيفين بتتبعت لكل الطلاب، ومكتوب فيها إنه يشوفهم في المكتبة اللي في الدور التاني. وبنشوف الشباب وهم رايحين المكتبة وبيشك بصوم فيهم، ولكن بيلاقيهم بيقروا كتب عادي فبيرجع لمكتبه. وبتروح أنوسياسين تحط قفل على باب مكتب بصوم وباب أوضة فرو، ووقف إيفن وقال لزمايله على اللي مجمعهم علشانه وإنها لعبة اسمها البحث عن الكنز، والكنز ده هيكون عبارة عن استمارة ممضية من بصوم بخروجهم من المدرسة. وبيبدأ يقول لهم على الأماكن اللي فيها الأوراق ولكن بطريقة مشفرة، وكل مجموعة بتجري بسرعة علشان تجيب الاستمارة. وأما إيفن فبيطلع ياخد شنطته علشان يهرب. وبنشوف إن المدرسة بدأت تتهز جامد لأن حركة التلاميذ قوية جدا، وبيبدأ المبنى يقع في البحيرة وبيغرق. وبتيجي الإسعاف وبتطلع كل الناس اللي غرقوا، وبيكون إيفن بخير وبيروح لمحطة القطر اللي هيروح منه لمدينة أزيل اللي فيها جده. وبتديله أنوسياسين تذاكر القطر وبتقوله إنها هتروح تقعد عند خالتها وبتودعه. وبيركب إيفين القطر وبيمشي لمدينة أزيل، وبيجيله الراجل اللي بيلم التذاكر وبيشوفه بيرسم، فبيديله الراجل قصة مصورة وقال له يمكن تعجبه، فبيشكره إيفين. ولما بيفتح القصة بيلاقيها نفس قصة أهله، ولكن القصة بتقول إنهم لسه عايشين وإنهم على جبل. فبيشك إيفين إنهم فعلا عايشين. ولما بيوصل بيقابلوا 2 اسمهم نايت وبيشوب، وبيعرفوا إن جده اللي بعتهم وبياخدوه عشان يودوه عند جده. وبيعرفوا إن المدينة الكل هاجرها من زمان، وإن كل الناس مشيت ومفيش غير عدد قليل من الناس اللي عايشين. وبيوصل إيفن لبيت جده وبيفرح جدا نيكولاس لما بيشوفه وبياخده يوريله أوضته. فبيطلع إيفين القصة وبيوريها لجده وبيقول له ممكن يكونوا فعلا عايشين لأن جثثهم محدش لاقاها. فقال له نيكولاس ما يفكرش كتير وخلاص يقتنع إن أهله ماتوا، وبياخده علشان ياكله. وبيفضل إيفين يسأل جده إذا كان يعرف مورودين، ولكن نيكولاس بيتهرب من السؤال ومش بيرضى يجاوب. وفي اليوم التاني بيطلب إيفين من نايت وبيشوب يودوه المكان اسمه الدماغ السحري، والمكان ده فيه جهاز بيجاوب على أي سؤال. ولكن بيشوب بيعرفوا إن المكان مقفول، ولكن بيقرروا إنهم يروحوا. ولما بيروحوا بيشغلوا الدماغ السحرية وبيسألها إيفين لو كان أهله لسه عايشين، ولكن الدماغ مش بتجاوب وبتبوظ. وفي الوقت ده بيوصل لعندهم نيكولاس وبيقول له إنه قال له ينسى الماضي خلاص وإن أهله ماتوا. فسألوا إيفين عن حكايته مع مورودين، فأخدوا جده معاه المكان تاني عند لعبة سحرية ناقص منها قطعة. وبيبدأ نيكولاس يحكي قصة مورودين صاحب شركة الألعاب الكبيرة جدا، وإن وقت ما كان مورودين في سنه مامته هربت مع حبيبها وسابت باباه، وفكر بابا مورودين إن مامته تايهة وخرج يدور عليها ودخل متاهة في المدينة، ولكنه تاه فيها ولقوه ميت، وبكده بقى مورودين يتيم. فنيكولاس أخده يعيش معاه وكان في نفس سن باباه، واتعلم مورودين كل حاجة تخص الألعاب منه. ولكن الشر ملأ قلبه وعمل لعبة خطيرة وبتكون عبارة عن متاهة مبنية على نفس القصة اللي حصلت مع باباه، وإن الشخص يدخل ويموت. فأخذ نيكولاس قرار مع عمدة المدينة إنهم ينفوا مورودين بره، وفعلا خرج، وقبل ما يمشي سرق القطعة المفقودة في اللعبة وساب له رسالة مكتوب فيها إنه بيكرهه، ولعنة بتصيب عيلة دريجو بعد ما نيكولاس يموت إن مفيش حد من بعده هيبقى مخترع ألعاب. ولكن إيفن مهتمش بالكلام ده كله وقال له أكيد أهله عند مورودين، وقال لجده إنه هيروح المصنع بتاع مورودين علشان يسأل على أهله. وبيهرب إيفن من جده وبيروح الأتوبيس اللي هيوصله لمصنع مورودين، وبيوصل للشركة اللي جنب المصنع، وكمان بتكون الشركة دي عبارة عن بيت مورودين. فبيدخل وبيركب الأسانسير وبيقابل واحد اسمه إيفين 2 وقال له إن نسخة منه لحد ما يجي، وإنه هيطرد من شغله لما يمسك هو مكانه. وبيطلعوا في الأسانسير وبيعرفوا إن مورودين عارف إنه كان جاي له وإن كل حاجة هنا بتحكي عنه. وبيطلع إيفن وبيقابل مورودين اللي بيرحب بيه وبيوريه الملاهي الجديدة بتاعته اللي هتبقى باسم إيفن، وبيقول له إنه محتاجه يشتغل معاه وإنه ما يعرفش حاجة عن أهله، فمش بيكون إيفن عارف يعمل إيه. فبياخدوا مورودين في جولة في المصنع وبياخدوا الاجتماع يحضروا، وبيقول مورودين للكل إن إيفن بقى واحد منهم، ولكن إيفن بيعترض وبيقول له إنه مش موافق. فبيقرب مورودين لعنده وبيشمموا مادة بتخلي إيفن يفقد الوعي، ولما بيصحى إيفن بيلاقي نفسه في بيته، وبيتفاجئ لما بيلاقي تسجيلات شغالة بتقول إن ده مجسم شبيه لبيت إيفن قبل ما أهله يموتوا، وإنه مجسم شكله بالظبط. فبيخرج إيفن وبيجري بره البيت وبيلاقي الملاهي كلها عبارة عن كل حاجة من الأحداث اللي حصلت له، وبيجي مورودين وبيقول إن كل حاجة كان متخطط لها ما عدا
موت أهله، وبيعرفوا إن كل اللي كانوا معاه في المدرسة شغالين معاه هنا حتى كريبس، وبيصدموا بيقولوا إنه جاب صاحبته أنوسياسين وعمل لها مسرح تعمل عليه عرض هو كتبه بنفسه. فتعصب إيفن وطلع يجري علشان يشوف صاحبته، ولكن مورودين بيقوله لو عايز يشوفها يجي 3 بعد نص الليل عشان يكتب له حلمه. وفعلا بيروح له إيفن وبيكون لابس لبس كتاب الأحلام، وبينيم مورودين نوم مغناطيسي وبيسأله عن اللي عمله في أهله. فبيقول له مورودين إنه ما كانش قصده يأذيهم وإنه كان قصده يبعدهم عنه بس. ولما المنطاد طار راح لعند جبال التلج واتجمدوا في لحظة، فبينهار إيفن وبيطلع سكينة وبيكون هيخلص عليه، ولكن بيتراجع وبيروح ياخد من خزنة مورودين القطعة المسروقة من اللعبة وبيهرب، وجرس الإنذار بيضرب. وبيقوم مورودين من النوم وبيطلع إنه ما كانش نايم وكان بيضحك عليه، وقال له الحراس يجيبوا أهل إيفن عند حوض أسماك القرش. وطلع إيفن يجري ولقى صاحبته أنوسياسين وأخدها، وقابلوا إيفن 2 وعرفهم إيفن إن أهله عند أسماك القرش. فراحوا لمكان الحوض عشان ينقذوا العيلة، ولقى إيفن أهله فعلا وفرح جدا. وبيكون اللي واقف وبيحرك القفص اللي مربوط فيه أهل إيفن كريبس، فبيجري إيفن 2 عليه وبيقدر إنه ينزل أهل إيفن على الأرض، وبيفك إيفن أهله وبيخرجوا يهربوا. بيلاقوا منطاد بتركب العيلة فيه، وبيحاول إيفن يقطع الحبل لكن مش بيعرف. وفجأة بيجي عليه باقي الحراس وبيحاصروا إيفن، فبيجري فوق محل من المحلات اللي في الملاهي وبيمسك قوس وبيضرب على الحراس لكنهم بيكونوا كتير جدا. وفي الوقت ده بيجي مورودين وبيحاول يحبط إيفن وبيقول له إنه مش هيعرف يهرب وإنهم لازم يشتغلوا مع بعض لأنهم عباقرة وإن أهله هيتخلوا عنه. وبيحاول يملي دماغه بتفكير وحش تجاه أهله، ولكن إيفن مش بيتأثر بالكلام ده، بس فجأة بيقطع باباه حبل المنطاد وبيطير. فبيحس إيفن إنهم اتخلوا عنه، ولكن فجأة بيرجع باباه وبياخده على المنطاد وبيمسك مورودين في رجل إيفن عشان يوقفه وما يخليهوش يهرب. ولكن بيقدر إيفن إنه يوقعه من مسافة بعيدة وبيموت مورودين، وبتقدر العيلة تهرب ومعهم أنوسياسين. وبيرجعوا لمدينة أزيل وبتتفك اللعنة عن عيلة دريجو، وبترجع مدينة أزيل الناس تزورها زي الأول، والألعاب بتبدأ ترجع تتصدر أكتر من الأول من مدينة أزيل، وده كله بسبب الطفل إيفن. وبنعرف إن اللعبة اتعملت قصة فعلا ونشرتها شركة مورودين، وإنها أكتر لعبة حققت أرباح في الشركة. وبنرجع للعيلة اللي كانت بتلعب اللعبة وخلصتها وبتقفلها. ولغاية هنا بيخلص فيلمنا النهاردة. أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد، وياريت ما تنسوش تشتركوا في قناتنا التانية إياد عبد المنصف اللي بنلخص فيها أفلام. سلام.